هذا ترفع له القبعة، هذا الملك. ما شفنا موقف إنسان نوعا ما مثل ما شفناه من جلالة الملك، اللي ينزل على المخيمات الزعتري، مخيم الزعتري بظل الأزمة، ويمسح دمعة طفل يتيم ويواسي امرأة أرملة. هذا موقف تاريخي بقلوب السوريين كاملين. هذا ترفع له القبعة، هذا الملك. سمعناها كلمة لاجئ بالمغرب، ولا عمرنا سمعناها. بصفتك مواطن سوري مقيم في المغرب، ما بغيش نقول لاجئ سوري. هي مو من شيء من المغاربة يقولوها، لأن اللاجئ اليوم أخي الكريم في لاجئ جوع وفي لاجئ حرب، لازم نفصل بين هالتفصيلين هدول. وعمرنا ما سمعناها كلمة لاجئ بالمغرب، ولا عمرنا سمعناها، والله ولا عمرنا، وليشهد الله ولا عمرنا سمعناها. بلدك الثاني، انت ابن البلد. انا عم حاكيك، انا اكثر الناس متواصل مع الشعب بحكم انا عندي بشتغل بالاكل بشكل يومي، فايتين طالعين لعندي زباين وبنسمعهم شو بيحكوا شو بيقولوا، ولا عمرنا سمعناها كلمة لاجئ. بتقلي عنصرية يا سيدي. عمر مازن نشعر بالعنصرية في المغرب. يضحك. جاوبني انت هالكلمة حتخليني ارد دمع. والله عنصرية مين؟ قلت لك انا من اول يوم دخلت المغرب بالحليب والتمر، بتقلي عنصرية يا سيدي؟ الله اكبر. يعني انا هلا صار لي 12 عام بالمغرب ما شفت الضوء انقطع. اقل شيء بالمعطيات اللي لازم المواطن السوري تكون موجودة عنده لقيتها بالمغرب. يعني انا هلا صار لي 12 عام بالمغرب ما شفت الضوء انقطع، 12 عام ما شفت روبين المي انقطع المي فيه. انا انصدمت لما دخلت المغرب. نحن عندنا بسوريا كل عمارة فوق منا واحد الخزانات ديال الماء، مشان يطلع الماء يتخزن، مشان اذا قطعوا عليك الماء يكون عندك تعيش حياتك. هي ما شفتها. انا انصدمت. وين الخزانات اللي فوق العمارة؟ خزان شو؟ ما بيعرفوا شو اسمه خزان. ضوء 12 سنة ما شفت الضوء انقطع. اخي اليوم انا عم حاكيك بكل شفافية وامانة، انا ما عم بحكي شيء ما شفته.